أهلا بكم في بودكاست مصر. يا أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بودكاست مصر. يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة دايما يا رب. يلا بينا نتكلم على شامبليون. هو العنوان الفرعي بتاع القصة والحدوتة دي شامبليون اتدلع يا رشيدي. بيقولك جت الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798. بعدها بسنة كده كان جنود الحملة بيحفروا خندق في مدينة رشيد، فوقعوا على حجر عليه كتابة كتير، فسلموه للمسؤولين عن الحملة، ونابليون قرر ان هو يحطه في المجمع العلمي اللي عملته الحملة. ورغم ان الفرنساويين قعدوا في مصر سنتين بعدها، بس ما وصلوش لأي حاجة بخصوص الكتابة اللي على الحجر. يعني لا فكوا الشفرة ولا اكتشفوا اللغة الهيروغليفية، ولا حتى كان في الحملة حد اسمه شامبليون من أساسه. وطبعا القصر اللي في شارع شامبليون ما كانش ساكن فيه زي ما الناس فاكرة. ولما جت الحملة تخرج من مصر كانوا عايزين ياخدوا معاهم الحجر اللي اكتشفوه في رشيد، واللي هيبقى اسمه بعد كده أكيد حجر رشيد. مين وقف لهم؟ طبعا الإنجليز. قالوا الفرنساويين زي ما دخلت خفيف تخرج خفيف يا حلو، وكل الأثارات اللي لقيتوها دي تلزمنا. الكلام ده ما كانش خاص بحجر رشيد بس، محدش كان لسه فاهم أهمية البتاعة دي. والإنجليز خدوا الحجر، وبعدها بسنة في 1802 حطوه في المتحف البريطاني اللي هو مكانه لحد دلوقتي. وبعد كده بدأوا يحاولوا يفهموا ايه الموضوع. الحجر كان عبارة عن منشور ملكي كتبه بطليموس الخامس في عهد البطالمة، والمنشور مكتوب ب3 لغات: اللغة اليونانية القديمة واللغة الهيروغليفية واللغة الديموتيقية. طبعا مفيش حاجه اسمها اللغه الهيروغليفيه، ده من عندي، ده مش مؤمن مش كاتب مؤمن محمد اللي بيقول. هي اسمها اللغه المصريه لكن بالخط هيروغليفي، هيراتيقي، ديموتيقي، وبعد كده القبطي. دي الخطوط للغه المصريه يعني. واخر طبعا اخر خط اللي هو الخط القبطي ده طبعا يعني اغلبيه الحروف متاخده من اللغه اليونانيه، هم 7 حروف بس لغه مصريه قديمه. فنرجع تاني لحجر رشيد. هم لقوه مكتوب على الحجر باللغة اليونانية القديمة والهيروغليفية والديموتيقية. التالتة دي الديموتيقية بالمناسبة ديموس معناها الشعب، ومنها جت كلمة ديمقراطية معناها الحكم للشعب. فاللغة الديموتيقية معناها لغة الشعب يقدر يتكلم بيها، لأنه الهيروغليفي كان نقش مقدس، كان صعب جدا. والهيراتيقي برضو كان الكهنة بس هما اللي بيفهموه، كهنة في مصر القديمة. واضطروا ان هما يعملوا يجيبوا بقى يغيروا شوية ويعملوا او يخترعوا الخط الديموتيقي عشان يتفاهموا مع الشعب. فهو هنا بيقول التالتة دي الديموتيقية كانت اللغة الشعبية اللي بيتكلم بيها العامة والغوغاء من شعب مصر. وفي الوقت اللي كانت فيه اللغة الهيروغليفية بيتكلم بيها يعني كبار الكهنة والطبقة الحاكمة زي ما قلت لك. الإنجليز ما فهموش اللغة دي، فراحوا نسخوا اللي مكتوب على الحجر زي ما هو، وبعتوه لكل المهتمين في العالم على أساس يشوفوا مين ممكن يوصل لإيه. أول هام اكتشفوا حكاية إنه مكتوب ب3 لغات. بعدها بكام سنة جاء واحد اسمه توماس يونغ سنة 1814 واكتشف ان اللغة الهيروغليفية كانت بتستخدم رموز صوتية لنطق الكلمات الأجنبية، لحد ما جاء دور شامبليون هنا. ما اسموش شامبليون، اسمه شامبوليون بالمناسبة يعني. جاء فرانسوا شامبوليون، شاب فرنساوي عنده حاجة و20 سنة، وهو صغير كان فقير لدرجة انه ما راحش مدارس، بس كان عنده موهبة في اللغات. فخد دروس خصوصية في اليونانية واللاتينية، وكان بارع جدا في اللغات. وبيقولوا انه لما وصل سن 9 سنين كان بيقرأ شغل هوميروس باللغة الأصلية باللغة اليونانية بتاعته. زي كده لما تقول ايه واحد مثلا مصري عنده 9 سنين بيقرأ المعلقات وفاهمها وحافظ المعلقات كمان، يعني مش بس بيقراها. النقلة اللي حصلت لشامبليون انه راح مدرسة ثانوية في مدينة اسمها جرينوبل في فرنسا، وهناك اتلمذ على ايد واحد اسمه فوريه، وده كان سكرتير للبعثة العلمية اللي جات مصر مع حملة نابليون بونابرت. ففوريه هو اللي خلى شامبليون في الحقيقة يدرس علم المصريات او الإيجيبتولوجي من خلال مجموعته الخاصة من المقتنيات الأثرية اللي قدر يهربها من الإنجليز.
وقبل ما يقفل شامبليون 17 سنة كان مقدم بحث عن الأصل القبطي لأسماء الأماكن المصرية في أعمال المؤلفين اليونانيين واللاتين، وقضى 3 سنين في دراسة اللغات الشرقية والقبطية على إيد كبار العلماء. وبعدين سافر باريس يشتغل أول أمين للمجموعة المصرية في متحف اللوفر، واشتغل أستاذ كرسي للآثار المصرية في الكوليج دو فرانس، وعمل بعد كده معجم في اللغة القبطية. ويعني ما كانش مجرد شاب مغامر ولا حد هفق مثلا، لا، هو رغم سنه الصغير، بالمناسبة مات وهو عنده حاجة 40 سنة، يعني مات صغير جدا. يعني هو كويس جدا انه هو بدأ بقولك عنده 9 سنين. واللي عمله شامبليون انه اكتشف الرموز الصوتية للغة المصرية القديمة، لولا ما كناش نعرف نقرأ اللي مكتوب على الخراطيش وعلى الجدران بتاعت المعابد. الرموز الصوتية عشان اوضح لك، يعني مثلا يجي مثلا على ايه، وليكن رمز بطة جيم، رمز نهر نون، رمز مش عارف ايه الف، مثلا اللي هو النسر رمزه الف، وهكذا. والكلام ده كان سنة 1822. وفي ناس بعد كده شككت في أهمية اللي عمله شامبليون، وناس قالت إنه كان عنده أخطاء، بس ده كلام تاني خالص، والله أعلم. شكرا جزيلا لحسن الاستماع والمشاهدة، ولو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش تعملوا لايك كومنت وشير للفيديو، اعمل سبسكرايب، اشترك في القناة لو عجبك المحتوى، واشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. لكم مني كل السلام وكل التحية. سلام.